نشكركم بعد على وجودكم معنا اليوم، وخصكم دوزوا هذه لان دور الصحافه مهم باش نعرفوا بالطبع بالثقافه ككل، وخصوصا بالشعر اللي ما كيكونش عنده واحد داك الصدى اللي خصو يكون عنده. فلهذا وجود وجودكم هنا عنده واحد الاهميه خاصه. ثانيا كيف ما كتعرفوا الرباط عرفت مجموعه ديال التظاهرات لمده سنه كعاصمه للثقافه الافريقيه، بالطبع خلات الثقافه المغربيه تزيد تعرف على الصعيد القاري، وفي نفس الوقت المغاربه يزيدوا تعرفوا على الثقافات اللي كاينه في القاره الافريقيه، خاصه ان كيف ما كتعرفوا افريقيا متنوعه في المجال ديال الثقافات، اولا لغويا، ثانيا بالنسبه للعمق الافريقي او الثقافات اللي في كل منطقه او كل جهه في افريقيا الا وكاين واحد الفرق اللي كيتبين حتى كيف ما كتشوفوا هنايا في الشعر. كينيا ماشي هي السنغال، ماشي هي المغرب بالطبع، في الطريقه ديال التعبير وفي الطريقه ديال، ولهذا هذه المجالات هي مهمه جدا باش كنقربوا الشعوب ديال القاره الافريقيه، وكنزيدوا نتقربوا حنا كذلك من طرف مع الشعوب الاخرى الافريقيه. وهذا الشيء انخرط بالطبع في التوجه ديال سيدنا الله ينصرو اللي دائما كيركز على التعاون جنوب والتعاون الافريقي، والدور اللي خصو يلعبوا المغرب كنموذج في القاره الافريقيه. النقطه الاخرى اللي كنعتبرها مهمه كذلك هي مجموعه ديال التظاهرات اللي عرفت واحد الاقبال كبير من طرف الجمهور، من طرف الرباطيين ومن طرف الافارقه ككل حقيقه، الا وغنحاولوا نقويوهم وتكون استمراريه لمجموعه ديال الانشطه هنا في مدينه الرباط، باش الرباط تكون واحد البوابه للثقافه الافريقيه، ونزيدوا نعرفوا ثقافتنا كذلك على الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي.